ازيكم حبايب قلبي، اعذروني ان انا كان عندي برد شديد جدا جدا. انا مصوره الفيديوهات دي من بدري جدا، بس ايه ما كان ناقص على الصوت. تحضيرات رمضان وعصاير رمضان هقول لكم على طرق حلوه قوي. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين. انا هنا جبت البنجر موجود في السوق ورخيص مش غالي. جبته كده هوت وابتديت ان انا غسلته وابتديت ان انا اقشره بالقشاره بتاعت البطاطس. هقطعها رفيع جدا او بالقشاره اللي هي بتاعت الشيبس. المهم احطها في الصاج كده. ونسيب مسافة واكون مولعة الفرن او مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، وبعد كده ههدي الفرن خالص اخليها على درجة حرارة 130 او 140 بحيث ان هي تبقى هادية. واحطها في الفرن لحد لما كل شوية ابص عليها واقلبها لحد لما ينشف معايا خالص ويبقى عامل زي الشيبس كده ويتكسر معانا. في الفترة ديت بقى بسيبه ان هو يهدى. هو بياخد وقت حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع حسب بقى الكمية اللي انت عاملاها. انا هنا عملت كمية حلوة هتفيدنا كتير في العصاير، وكمان هقول لكم فايدتها ايه. اول عصير بقى هنعمله رمضان التمر هندي، ويا ريت يا ريت ما نجيبش التمر هندي السريع اللي هو بيتباع عند العطار، لان دي حاجات وحشه جدا ومضره لاطفالنا. وانا اول واحده كنت بجيبها لولادي عشان الطعم وكانوا بيحبوها في رمضان. هتجيبي لفه التمر هندي ديت وتاخدي نصها او ربعها وتروحي حاطه عليها ميه سخنه بتغلي وتركنيها على جنب لحد لما تبوش ساعه كده او اكتر. وبعد كده هوت هنجيب بقى ايه، هنعمل عصير العناب ده التمر هندي اللي احنا هنعمل منه حاجتين. العناب هبتدي ان انا اجيب كده هوت الكركديه واغسله حبه كده حلوين واغسلهم كويس جدا عشان التراب. وابتدي ان انا ايه اصفيه واحط ميه عليه سخنه، ونبتدي ان احنا نغليه على النار. اصحاب الضغط العالي ما يغلوش خالص الكركديه عشان ما يعنيش عليهم الضغط، ينقعوه. تمام. انا هنا جبت العروق بتاعه البنجر حطيتها معاها هتدي لون حلو للبنجر، وكمان قيمه غذائيه. البنجر كله قيمه غذائيه. على بال ما الكركديه يغلي على النار كده ياخد له غلوتين لحد ما يطلع اللون بتاعه، هنعمل بقى ايه. ده الخروب انا جبته من عند العطار مطحون. لو انت ما عندهوش المطحون هتجيبيه اللي هو الصحيح وتطحنيه عندك في الكبه او الطحانة بتاعة التوابل أو مطحنة التوابل تطحني. أنا جبته من عنده كده هو إن هو مطحون، بس للأسف ما كانش مطحون ناعم، فكان إيه في برضك أجزاء خشنة. فأنا ابتديت إن أنا أصفيه بالمصفى كده واهزه اول ما ادخل، واللي هو الخشن ابتديت ان انا اطحنه تاني لان خساره ان انا ارميه. هتطحنيه تاني في المطحنه وبعدين تروحي حط عليه كوبايه او كوبايتين من السكر، لان هو بحط له سكر زياده عشان التحليه بتاعته. فانا حطيت كوبايتين كبار من السكر، يعني دولت كيس حوالي كوبايه او ربع كيلو. حطيت عليه كوبايتين من السكر. ممكن انت تزودي السكر اكتر من كده، دي حاجه ترجع لك، لان احنا هنعمله اللي هو المركز او هنعمله البودر اللي انت تاخدي منه وعلى طول تشتغلي عليه على طول. تبتدي بقى انت كده تعبيه. انا ما بحبش ان انا رشرشه بميه، لان لو رشيتيه بشويه ميه كده هيندي، والسكر هيبتدي بعد فتره يمسك فيه او يبقى معسل كده وهيمسك في بعضه وهيبقى محجر ساعات او ملزق. فانا حبيت ان انا احطه كده في البطرمان. الحبة اللي أنا هاشتغل فيهم أنا هنا هو دول حوالي 3 معالق أو 4 معالق من بودرة الخروب ديت اللي بالسكر. هبتدي أحطها على النار وابتدي إن أنا أحمصها كده هوت بحيث إن السكر يتكرمل مع الخروب بتاعي، وهيعمل لون وكمان ريحة التحميصة بتاعته. أول كده ما نلاقي لونه ابتدى يتغير ويطلع الريحة بتاعته، هو كده تمام. هبتدي إن أنا أنزل عليه بمية سخنة أو مية من الحنفية زي ما تحبوا، وسيبيه بقى على النار شوية يغلي كده لحد ما تلاقيه اللون بتاعه ابتدى ان هو يغمق معانا. شايفين إن اللون بتاعه بقى عامل ازاي. هسيبه لحد لما يغلي كده هوت يبتدي يتكثف كده واللون يبقى مغمق. وهبتدي ان انا اخده واروح رايحة على طول ضرباه في الخلاط او في الكبة. للاسف انا ما عنديش خلاط او الخلاط بتاعي بايظ، فحطيته في الكبة. حطيت عليه شوية مية وابتديت ان انا اضربه ضرب جامد جدا بحيث ان هو يبتدي ان هو ينعم معانا ويبقى حلو يعني. دي حاجة كويسة يعني ان انت تعمليها عشان ما يبقاش فيه اي شوائب خالص، لان هو بيبقى مليان شوائب. هابتدي ان انا اصفيه زي ما انتم شايفين كده، واي حاجة بقى بتنزل منه زي ما انتم شايفين كده باروح بقى ايه مصفياه خالص منه، ومش عايزة الشوائب بتاعته ديت. وهو كده بقى عندي عصير المركز بتاع الخروب. نقدر في الفترة ديت ان احنا عايزين نزود سكر زودي، عايزة تزودي فانيليا انا زودت فانيليا عشان تدي ريحة حلوة للخروب.
وعايزة تزودي مَيّة زودي مَيّة ما فيش أي مشكلة، بس دهوّة المركّز بتاعه، يعني ممكن أنتِ تزوديه مَيّة زي ما تحبي، حطيته في الإزازة كده، عبيته في الإزازة وابتديت إن أنا إيه، هاكمّل الكمية بتاعتي لحد ما أكمّل الإزازة بتاعتي، تمام. هنا عملنا أول عصير اللي هو الخروب، ودي بيبقى حلو جدًا وطعمه حلو أوي وكلّه فوايد، الحاجات الأعشاب دي كلّها فوايد. هنا التمر الهندي دوّة بعد ما اتنقع معانا زي ما أنتم شايفين كده، ابتديت إن أنا أحطه في الكبة، بس خلّوا بالكم لإن هو فيه بذر، والبذر ممكن يكسر لكم الشفشق أو يكسر لكم الخلاط أو يكسر لكم الكبة. فأنا باعرّفكم عشان ما إيه تدعوش عليَّ، فأنتم ممكن إن أنتم تعملوا بإيديكم، وممكن تضربوه حبّة حبّة عشان خاطر البذر، أو إن أنتم تنقّوا منه البذر، تمام. هابتدي إن أنا بقى إيه، أصفّيه. أنا خُفت بصراحة على الكبة بتاعتي لا تتكسر لإن السلاح بتاعها ضعيف، ضربتها حبّة كده وبعدين قُلت بقى إيه، أنا هاكمّل إن أنا هابتدي أصفّيه وشوية شوية آخُد المنقوع دوّة أنقعه تاني، واحاول إن أنا أشيل منه البذر واضربه. لحد ما أخلّص الكمية بتاعتي. هو بيبقى تقيل زي ما أنتم شايفين، يعني أنتم كل ما هتدّوا له مَيّة هيبتدي إن هو ينزّل التمر الهندي المادة بتاعته اللي هي بتاعة العصير، يعني ده كده مُركّز مش خفيف ولا حاجة. ابتديت إن أنا حطيته تاني وهابتدي إن أنا أزوّد السُكّر. طبعًا التمر الهندي مشهور إن هو بيبقى مِزِز جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا أنا ما رضيتش إن أنا أحُط خالص ملح ليمون في أي حاجة من العصاير دي، لإن العصاير ديّة أو التمر الهندي والخروب بيبقى فيه سِنّة مزازة، فإحنا مش عايزين نزوّد المزازة، وكمان ال الكركديه بيبقى مِزِز، تمام. هنا أهو هابتدي إن أنا أصفّي الكركديه بتاعه زي ما أنتم شايفينه كده لونه حلو أوي، 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 بقى مركّز جدًا، جدًا، جدًا. زوّدت مَيّة كده وابتديت إن أنا أصفّيه، تقدري تزوّدي مَيّة تاني وتحطيه على النار، وقُلت أصحاب الضغط العالي ينقعوه ما يحطوهوش على النار خالص، ويستخدموا كل الخطوات ما عدا إن هم يحطوه على النار. ابتديت إن أنا أزوّد السكر، طبعًا الكركديه بيحب ويعشق السكر، يعني هو الكركديه بيبقى حابب السكر كتير، فأنتِ شوفي بقى كمية السكر أو أنتم بتحبوا الحلاوة بتاعته قد إيه. أنا حطيت كوباية وزوّدت كوباية تاني، وكمان في الآخر أنا زوّدت نُص كوباية، لإن هو بيبقى مِزِز وبيبقى بيحب إن هو يتحلى تحلية كاملة. هتقلّبيه كدهوّة زي ما أنتم شايفين، وما تنسوش إن أنا حاطة في التمر الهندي برضك سكر. هابتدي آخد التمر الهندي أهو النُص التاني اللي أنا زوّدته، وهازوّد التمر الهندي، هاخد نُص منه، نُص كدهوّة التمر الهندي أحطه على الكركديه. بقى عندنا عناب، العناب دوّة أو التمر الهندي اللي هنعمله زي بالضبط اللي بنشتريه من الجاهز أو السريع، دي المادة دي أو الإزازة دي اسمها روح التمر هندي أو ريحة التمر هندي، اللي هي بنشمها وبنجيبها، بس مش اللون، دي الريحة بس. تاخدي منها معلقة، دي المعلقة دي كانت كتيرة كمان، انتي بتاخدي منها يا دوبك نص معلقة، الريحة بتاعتها قوية جدا جدا جدا، تمام. حطيتها عليها، والله أنا شربته لعيالي، عيالي ما بيحبوا الكركديه ولا بيحبوا التمر الهندي، واتغشوا فيه وفكروه إن هو التمر السريع اللي بيتباع عند العطار. قُلت لهم بس أنا مزوّدة عليه شوية كركديه عشان اللون. بُصّوا تحفة، والريحة مش قادرة أقول لكم، هتدعوا لي لمّا تيجوا تعملوه وعيالكم يشربوه بدل ما بيجيبوا السريع اللي مليان صبغة، والله أعلم أنا سمعت إن هي صبغة أو بتاعة الجزم، أنا ما أعرفش المعلومة صح والّا لأ، بس سمعت إنها صبغة مُضرة جدًا هي دي اللي فيها الضرر. تمام، يبقى إحنا عملنا كده العناب والخروب، وكمان عملنا التمر هندي. تقدري تقدّميه بقى تحطّي تلج وتزوّدي بقى نُص كوباية من العصير دوّة، ونُص كوباية مَيّة تزوّديه لإن ده خام جدًا أو مُركّز، وحطّيه عندِك في التلاجة، قدّميه لضيوفِك، حاجة حلوة جدًا عملتيها من حاجات يعني بسيطة جدًا، جدًا، جدًا. الطعم حلو جدًا، وتقدري إن أنتِ تحطّي فيها المنكهات، يعني تحطّي فانيليا، تحطّي روح التمر دي، حاجة حلوة والله بجد جربوها هتعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. وشايفين اللون بتاعها حلو قوي، يعني تقدروا تخففوه تقدروا تقلوه، وهتملي بيتك بالعصاير الطبيعية، بلاش العصاير المعلبة او كمان العصاير اللي فيها سكر كتير اللي هي بتتباع في الاسواق. طبعا هتسألوني البنجر فين اللي انت عملتيه في بداية الفيديو، هقول لكم ان انا نسيته خالص، طلعته وسبته يبرد فنسيته، بس بعد كده ان انا خدته وطحنته في الكبة لحد ما بقى ناعم جدًا، جدًا. إيه الفايدة بتاعته، هتعملي فيه إيه، تقدروا تحطوه مع الكركديه المطحون اللي إحنا عملنا منه قبل كده ال الكركديه السريع، تحطوا منه هيعزّز الطعم جدًا واللون، وكُلّه فيتامينات البنجر. تقدروا تحطوه مع الكركديه المغلي، تقدروا تحطوه مع التمر هندي برضك البودر، وكمان مفيد جدًا وحلو.
وكمان ممكن تقدروا تحطوه مع الحنة، دي بديل دم الغزال. لو انتوا عايزين تغيروا لون شعركم في العيد، فبتبقى حلوة جدا جدا جدا. وكمان في الصلصة، لو انتوا عايزين تعملوا صلصة مركزة او صلصة لونها احمر وحلو، ممكن تحطوا في التسبيكة، هتخلي لكم الصلصة حلوة ولونها حلو، وكمان حطيتي او ضفتي قيمة غذائية لولادك. ودي كانت بودرة البنجر اللي احنا عملناها وجففناها. لو عجبك الفيديو متبخليش على تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، تشتركوا في قناتي مطبخ ملك، وتعملوني متابعة على الفيس في مطبخ ملك، وتقولي بتتابعوني من انهي بلد، وكل سنة وانتم طيبين.